خلينا كمان ننتقل لموضوع آخر. العربية نت تمكنت من الوصول للهاكر الجزائري اللي اخترق حساب مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج. صح، العربية نت التقت أو يعني أجرينا حوار مع الهاكر الجزائري، هو عمره 20 سنة، اسمه إسماعيل. إسماعيل يعني اخترق الحساب الشخصي وليس حساب الفيسبوك لمالك الفيسبوك اللي هو مارك زوكربيرج بطريقة الصدفة. هو وجد فيه ثغرة فتمكن من الوصول للإيميل، فتح الإيميل وكشف لنا عن محتويات الإيميل بأنها كانت رسائل صداقة وتعارف لجمعيات عناية بالأطفال. أيضا كشف على أنه مارك محب لتعلم اللغات منها اللغة الفرنسية. أيضا كشف على أنه اخترق الإيميل لشقيقة الفرنسية ولا الصينية؟ الصينية عفوا. شقيقة مارك كشف أنه هي كل الرسائل ما كانت تحوي شيء مهم غير أنه حفلات وسهرات وتسوق. أكد بأنه اخترق العديد من ايميلات المشاهير لكن لم يكشف عن اسماء ضحاياه، وكشف انه يعني هذا ما حيكون مجاله لانه هو حيتجه للدراسه في هارفارد، وخايفين انهم يكتشفوا هويته ويتعرضوا للمساءله. طبعا في السجن على طول في الموضوع. بالضبط يعني. بس يعني حسيته انه تفشل، حرام مسكين، عذب نفسه وما لقى شيء مهم ولا يلا بسيط. على العموم احنا بالطبع اخر يوم في عام 2012 يعني نسترجع الاشياء الجيده بالاضافه الى بعض السقطات في 2012، ويبدو انه انتم سويتوا ايضا تقرير في العربيه نت عن ابرز هفوات او سقطات 2012. صحيح، ابرز سقطات او فضائح سواء رياضيا او سياسيا او اجتماعيا. قد يكون ابرزها على المستوى الرياضي هو دراج امريكي لانس ارمسترونغ سحبت منه ألقابه السبعة وأوقف عن ممارسة الرياضة مدى الحياة بسبب تورطه بتناول المنشطات. بسياسيا طبعا قد تكون الأبرز الرسائل اللي نشرتها العربية نت اللي هي الرسائل الإلكترونية المسربة عن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، اللي كشفت أنه هي في وقت كان الشعب بيموت بالعشرات والمئات يوميا هي تتسوق بآلاف الدولارات عن طريق الإنترنت، وبشار بيحمل موسيقى على الآيباد الخاص فيه. أيضا فضيحة BBC اللي كشفت عن سلسلة تحرشات بالأطفال لمقدم راحل اللي هو جيمي سافيل. أيضا العائلة الملكية في بريطانيا عندها أيضا فضائح. عددنا تقرير نحن على الموضوع. أيوه، هاري وكيت ميدلتون نشرت لهم صور فاضحة على الإنترنت سببت أثارت الجدل في بريطانيا. طبعا هذه كانت أبرزها سواء على الناحية السياسية أو الاجتماعية. طبعا في كثير تفاصيل تتطرق إليها العربية نت فيها المزيد. طبعا دائما العربية نت فيها كمان الكثير من المواضيع غير اللي نحن طبعا بنذكرها هنا. بنشكرك على وجودك معنا وبنتمنى لك عام جديد موفق ان شاء الله يا هبة. شكرا لك. طبعا كانت زميلتنا هبة فارس من العربية.